السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مع حضراتكم محمد طاهر. في ناس وصلت في رحلة علاج الوسواس لمرحلة وعي كبيرة جدا، يعني بقت فاهمة يعني إيه وسواس وليه بيحصل وإزاي الأفكار ملهاش معنى حقيقي. بس رغم كل دوت لسه بتقول بينك وبين نفسك كده: أنا فاهم كل الكلام ده بس مش عارف أطبقه في اليوم العادي. وفعلا دي إشكالية بتقابل كتير مننا، إنه مش بيعرف يطبق الكلام اللي هو اتعلمه عن الوسواس في يومه. ودي الجملة الحقيقة اللي بتفرق بين اللي لسه بيعاني واللي بدأ فعلا طريق التعافي. علشان كده الحلقة ديت إن شاء الله مش على الفهم النظري، لا بالعكس، أنا عاملها المرة دي علشان ده التطبيق العملي. إزاي تصحى الصبح تتعامل مع فكرة وسواسية، وإنتي برضو تتعلمي إزاي تتعاملي مع الأفكار الوسواسية، وتمشي يومك من غير ما ترجعي للتطمين أو الانهيار. عندنا برضو خطة بسيطة علمية لكن بتخاطب الإنسان اللي جواك مش العقل بس. علشان كده تعالوا نبدأ الحلقة بتاعتنا، ونبدأ بأول شيء: ليه الفهم لوحده مش كفاية؟ لازم نعرف إن الدماغ الوسواسي بيشتغل بطريقة مختلفة. يعني مثلا هو مش محتاج معلومات أكتر، هو محتاج تجارب جديدة. يعني زي ما المعرفة هي اللي بتفهمك، هلاقي ان التجربة هي اللي بتغير المخ فعليا. يعني لما تعرف ان الفكرة مجرد اشارة مش حقيقة، ده بيساعدك اول خطوة. لكن لما تسمح للفكرة تعدي من غير ما ترد عليها، هنا المخ بيتعلم فعليا ان الفكرة ديت مش خطر. وده اللي بيسموه في العلاج السلوكي إعادة برمجة الاستجابة العصبية. يعني كل مرة بتتجاهل فكرة صح، المخ بيعيد رسم الخريطة بتاعته. لكن كل مرة بتطمن نفسك حتى لو بكلمة صغيرة، كده انت بتغذي الدايرة الوسواسية تاني. طيب تعالوا نعرف ما يسمى بالمبدأ الذهبي، اللي هو التنفيذ أهم من الإقناع. يعني في لحظة الفكرة الوسواسية العقل بيحاول يقنعك، لو فهمت أكتر هتطمن، لكن ده في حد ذاته فخ. اللي بيعالج الوسواس مش إنك تقتنع، لكن إنك تتصرف كأنك مقتنع حتى لو لسه مش مصدق. لازم نفهم القاعدة دي: اللي بيعالج الوسواس مش إنك تقتنعي، لكن إنك تتصرفي كأنك مقتنعة حتى لو لسه مش مصدقة. يعني مثلا بدل ما تستنى الشعور بالراحة أهو، ابدأ بالفعل اللي مفروض تعمله والراحة هتيجي بعدين. تعالوا ناخد مثال عملي. لو مثلا الفكرة اللي بتيجي بتقولك أنا ممكن مثلا أكون كفرت، أهو واحد ممكن يفكر كده، فبدل ما تقعد تراجع نفسك ويتغلط في نفسك تقول إيه: أنا مش محتاج أراجع، دي فكرة وسواسية وهكمل يومي. وبعدها مباشرة هتعمل أي فعل طبيعي حتى لو قلبك من جوه منك بيتخبط ومرعوب. لكن الراحة مش هتجيلك فورا، بس المخ بيتعلم إنه ما يستجيبش للأفكار دي. علشان كده تعالوا ننتقل للمرحلة العملية اللي هي من 3 مراحل، ونبدأ في المرحلة الأولى فيها علشان نواجه بيها الأفكار الوسواسية. المرحلة الأولى بنسميها الملاحظة الواعية. يعني أول ما تيجي الفكرة ما تحكمش عليها، هتقول في سرك: دي فكرة وسواسية مش أنا. بعديها تالت خطوة هتاخد نفس بسيط وهتسمح للفكرة دي تكون موجودة، وما تحاولش إنك لا تهرب منها ولا تحاربها، فقط عيش مع الفكرة دي شوية وهي في عقلك. وتعالوا ناخدوا مثال يوضح الكلام ده. جاتلك فكرة مثلا أنا ممكن أذي حد، أو أنت جاتلك نفس الفكرة إن أنت ممكن تأذي حد، ده الفكرة دي جات اهي في دماغك. فبدل ما تتفاجعي أو تحاولي تطمني نفسك، إحنا مش عايزين كده. محتاجينك تلاحظي الفكرة ديت وكأنك بتتفرجي على فيلم. يعني هنتخيل إن الفكرة اللي في عقل دي عبارة عن مشهد وأنا بتفرج عليه. كل ثانية بقى أنت مش بتستجيبي فيها للفكرة ديت، أنت كده بتكسبي خطوة في العلاج. الخطوة التانية بقى وهي التجاهل الذكي. مش معنى ان انا بقولك تجاهل انك تتهرب، لكن انك ما تغذيش الفكرة. اهو انا لما بقولك تجاهل مش معناها ان انا بقولك اهرب من الفكرة، لكن معناها ان انا بقولك بلاش تغذي الفكرة الوسواسية. يعني لا تجاوبها ولا تقنعها
ولا تحاربها. اهو هتقول كده معايا العبارة المفتاحية اللي هقولها لك ديت بينك وبين نفسك، هتقول مش هدخل النقاش، الفكرة موجودة وهتعدي. لان العلاج هنا مش ان انت تفكر بشكل ايجابي، بل اللي انا عاوزه منك هو عدم التفاعل السلبي. يعني الفكرة ممكن تفضل بس تأثيرها هيقل لانك كسرت الدايرة. وهو دوت اللي احنا بنحاول نوضحه. وتعالوا ناخده مثال على ده. هنقوله مثلا جات لك فكرة اهو، يمكن انا ما غسلتش ايدي كويس، فبدل ما ترجع تاني تحاول تغسلها مرة واتنين وتلاتة، انا عاوزك تكمل اللي كنت بتعمله رغم وجود التوتر اهو. لان كل مرة هتعمل كده انت بتعلم مخك ان التوتر يختفي من غير فعل قهري. الفعل القهري اللي هو انا غسلت ايدي مرة، بعد كده شكيت ان انا ما غسلتش ايدي، مجرد رجوعك تغسلها وتكرر، ده هو كده انت بتعمل فعل قهري. عشان كده بنقوله ان انت تغسل ايدك مرة واحدة وتكمل اللي انت بتعمله رغم وجود التوتر. لان كل مرة انت بتعمل كده بتعلم مخك بقى ان التوتر دوت يختفي من غير من غير فعل قهري. المرحلة التالتة وهي السلوك البديل. دايما بعد تجاهل الفكرة انا عاوزك تعمل سلوك مختلف وانت تعملي سلوك غير اللي انت كنت بتعمليه، لان ده بيدي اشارة للمخ انك قررت تكمل الحياة. يعني انت مش هتوقف حياتك عند الفكرة دي. احنا هو عايزين ندي اشارة للمخ انك قررت تكمل حياتك، مش توقفها عند الفكرة دي. وتعالوا ندوا امثلة على دوت. يعني مثلا لو وسواسك ديني هتقرأ صفحة قرآن بنية التقرب مش بنية التحقق اهو. لان الوسواس الديني دايما عايزك تتأكد من ايمانك وتتأكد من راحتك النفسية وانت بتصلي، وانا طب ما ارتحتش بعد الصلاة، ما ارتحتش بعد ما قرأت قرآن. كل ده هيدخلك في دايرة الوسواس، لان هو اسمه وسواس الشك الديني، فانا مش عايزك تشك. يبقى في الحالة دي قلنا اهو هتقرأ مثلا صفحة قرآن بنية التقرب مش بنية التحقق. طيب لو وسواسك مثلا تلوث، هتلمس حاجة بسيطة واستنى 30 ثانية وبعد كده كمل يومك. ما تروحش تغسل ايدك وتكرر الغسيل، لا، المس حاجة معينة وبعد كده كمل يومك بشكل طبيعي، بحيث ان انت ما تفضلش تعمل الافعال التطمينية. طيب لو وسواسك بقى شك، انت بتشك في كل حاجة بتعملها، انا عاوزك تكمل رغم القلق. يعني رغم انك متوتر ورغم انك مش متأكد، انا عاوزك تكمل الفعل او الشيء اللي انت بتعمله. زي مثلا انت قفلت الباب مرة واحدة وتسيبه، ما تحاولش تروح تطمن تاني. كل تجربة من ديت حتى ولو بسيطة بتعيد رسم سلوكك العصبي. تعالوا بقى ناخدوا اخطاء التنفيذ اللي بتضيع مجهودك. يعني انت ممكن تعمل ده كله وتيجي وانت بتنفذ تعمل اخطاء تضيع لك كل اللي انت بتعمله دوت. اول حاجة من اخطاء التنفيذ اللي ممكن تضيع مجهودك انك تستنى ترتاح قبل ما تطبق. لان ممكن واحد يقولك طب انا احس بس بالراحة الاول وبعد كده هطبق الخطوات دي. نقول له لا، التطبيق هو اللي بيجيب الراحة، لان الراحة عمرها ما هتجيلك لوحدها. طيب الخطأ التاني من اخطاء التنفيذ برضو اللي بتضيع مجهودك انك تبالغ في المراقبة. يعني عاوزك ما تسألش نفسك يا ترى هل انا بتجاهل صح ولا غلط، لان ده في حد ذاته وسواس جديد وانا مش عايزك تقع في الفخ ده. تالت خطأ من اخطاء التنفيذ اللي ممكن تضيع مجهودك انك تعاقب نفسك بعد الانتكاسة. عاوزكم تفهموا ان الانتكاسة مش فشل، بل بالعكس ده هي جزء من اعادة التعلم. يعني مثلا الطفل الصغير اللي هو بيتعلم المشي ده، هتلاقي ان هو ممكن يمشي خطوتين وبعدها يقع تاني، وبعد كده ممكن يسند على الحيطة ويحاول يمشي خطوة او اتنين ويقع تاني، ويفضل على الحالة دي لحد فيما بعد بنلاقي الطفل دوت يتعلم المشي. الانتكاسة نفس الفكرة، هي مش فشل، ده هي جزء من إعادة التعلم. كأن عقلك دوت طفل صغير مرة بيتقدم في العلاج ومرة بينتكس لحد ما بعد كده هيتعلم مع نفسه مع تكرار التمرين، فهو بيتبرمج وبتبدأ تلاقي نفسك كأنك برضو اتعلمت المشي زي مثال الطفل الصغير اللي احنا عملناه. الخطأ الرابع من أخطاء التنفيذ اللي ممكن يضيع مجهودك وهو إنك تفتكر إنك لازم تكون من جواك عندك برود أعصاب، يعني مش حاسس. بالعكس، وجود القلق أثناء التطبيق دليل إنك بتتعالج صح. يعني لو واحد جه طبق الخطوات العلاجية وحس من جوه منه بقلق، لا بالعكس ما تخافش منه،
ده دليل انك بتتعالج صح. وده اللي انت لازم تكون فاهمه، عشان ما تفكرش انك لازم تكون مش حاسس بقى بالضغط النفسي او التوتر. كل ده طبيعي، ما عندناش فيه اي مشكلة انه يكون موجود. تعالوا ناخد بقى نموذج ليوم علاجي واقعي. يعني يومك اول ما تصحى لحد ما تنام انت هتتعامل فيه ازاي؟ اول ما تصحى من النوم واول ما تصحي هنعمل تمارين التنفس 3 مرات. يعني مثلا هاخد نفس، هكتمه في الرئة لمدة ثانيتين، هخرجه مثلا في 5 أو 6 عدات. نكرر الموضوع دوت 3 مرات أول ما نصحى أهو. أول ما الفكرة الوسواسية تيجي هنلاحظها من غير ما نصدقها. يعني نعيش مع الفكرة كأنها مشهد في فيلم مثلا وإحنا بنتفرج عليه، بس ما نصدقش الأفكار ديت. بعديها مباشرة تختار أو تختاري فعل طبيعي وتكملي الحاجة اللي انت كنت بتعمليها الطبيعية ديت رغم وجود القلق. ما عندناش مشكلة، لكن احنا بنكمل اهو. يعني خلاص الفكرة جاتني، هلاحظها من غير ما اصدق، بعد كده اكمل الحاجة اللي انا بعملها حتى لو جوه مني توتر. طيب اخر النهار نعمل ايه؟ هنجيب ورقة وقلم ونكتب فيها مثلا الفكرة اللي هجمتني كانت كذا، واكتب بعد منها انا ما استجبتش او ما عملتش افعال تطمينية، ونكتب بعد منها مثلا القلق اللي عندنا قل بنسبة قد ايه، ونكتب كل ده. مع الوقت هنلاقي ان الورقة ديت هتكون هي سجل التعافي بتاعنا، سواء بالنسبة لك او بالنسبة لك. وهتكتشفوا انكم مش محتاجين تقنعوا نفسكم انكم بتتعافوا، لانكم هتشوفوا ده فعلا في حياتكم اليومية. في الختام عاوز اقول ان العلاج الحقيقي مش في انك تبطل تفكر، لكن في انك تبطل ترد على التفكير. وعاوز اقولك ان التطبيق اليومي مش سهل، بس هو الطريق الوحيد ان المخ يتعلم. علشان كده عاوزكم تبدأوا النهاردة ولو بخطوة صغيرة جدا. وعاوزك كمان ما تستناش تشعر انك جاهز، لان عمرك ما هتحس انك جاهز. لكن كل يوم بتطبق فيه انت فعلا بتخرج من دايرة الوسواس، وكل يوم انت بتطبقي فيه انت فعلا بتخرجي من دايرة الوسواس. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر. السلام عليكم.